اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الكشري الاسكندراني اللي هو الكشري بعدس اصفر، رز قصدي بعدس اصفر. انا حطيت في الحله هنا زيت وحطيت معلقه سمنه. السمنه تطعم طعم الكشري، تخليه طعمه حلو، والزيت طبعا بيفلفله. معايا بصله بشراها حلو، اول ما بشرها يعني مش مخرطاها، مبشوره عشان تبقى ناعمه. البصلايه اهي احمرت، مش تحمر قوي يعني، ايه تاخد لون كده بسيط. معايا ملح وشطه وكمون احطهم على البصله. هنزل بقى الرز مع البصله يتشوح كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بس. شوحت الرز كده مع البصل والتتبيله اللي حطيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل الميه اللي انا نزلتها على الرز دي العقد بتاع الرز بالظبط، يعني مش هزود ميه عشان العدس، يعني حطي عقدك بتاع الرز بس، ما تزوديش ميه عليه، لان العدس كده كده بيستوي على البخار اهو. شويه كشري هتدعولي عليهم بس. الرز اهو بيغلي بالميه بتاعته، يعني ايه داخل على تشريب كده، اروح حاطه العدس. انا كده حطيت عقد الرز بس، يعني ما زودتش في الميه. وبعدين لو هتعملي مثلا كوبايه رز يبقى نص كوبايه عدس، هتعملي 3 كوبايات رز يبقى كوبايه ونص عدس كده اهو. بس هنزل بقى بقيه العدس اللي في الكوبايه ده اهو كده. بقى هوطي عليه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا زي ما قلت لكم كده، الرز اول ما ابتدي يشرب في شويه ميه بسيط قوي، حطيت العدس كده على الوش بغطيه، لان العدس بيستوي على البخار عشان بس ما يبقاش معجون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هقلبه بقى ايه كله في بعض كده. قلبته بقى كله في بعضيه كده، هغطيه مفيش يعني 5 دقايق واطفي عليه اهو. مفيش ميه حطيتها غير ميه العقد بتاع الرز بس. هغطيه بقى بغطاء. العدس اهو والرز طفيت عليه. عدس ورز ايه طفيت عليه. بصوا مفلفل ازاي. حبايبي خلصت احلى طبق كشري هتاكلوه. بصوا عامل ازاي، بصوا مفلفل ازاي وجميل. بألف هنا وشفا الكل اللي هيعمله. سلقت جنبيه بيض وده حركته كده بحته سمنه، وعملت جنبيه قطه مخلله بالثوم والخل، حاجه تستاهل ببقكم. اللهم اديم علينا النعمه يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش، انتوا مش ناسيني بس بفكركم تاني وتاني، ما تنسونيش. القناه بتكبر بيكم، ربنا يخليكم ليا احلى عيله في الدنيا. اشوفكم على الف خير ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.